بالنسبه اليوم عندنا واحد الدرس مباشر، وعافاكم الميكروات البنات، عافاكم الميكرو، قطعوا الصوت. عندنا درس مباشر غادي نخدموا فيه جلابه على توب ديال الكوبو. عندي فيه متر ونص في العرض، وعندي فيه 2 متر وربع. تحيه للناس ديال اليوتيوب، يعني المتتبعات على قناه اليوتيوب. عندنا اليوم درس مباشر مع مستفيدات التكوينات عن بعد، المجموعه ديال التقليدي المستوى الاول، وعندنا معهم اليوم درس مباشر، يعني مباشر غادي نديروا التطبيق ديال الجلابه. في نفس الوقت غادي نطلب من الاخت بشرى تفضل وتعرفنا براسها، والاخت بشرى كتعريف للاخوات باش تعرفوها، مستفيده معنا في التكوينات الفرديه. الاخت بشرى كانت البارح جاني ميساج من عند بشرى، هذه واحد الرساله فرحتني بزاف وبغيت نشاركها مع البنات ديالي. هذه الفرحه بغيت نشاركها معكم لانه فرحه ديال الاستاذ تتكون بنجاح التلاميذ ديالو. الاخت بشرى كانت يمكن في، الى باقي عقلي كيفاني، في الشمال، في صفرو بالضبط، الى باقي عقلي كيفاني. حاليا يمكن كتقطن في نواحي الرباط، يمكن القنيطره. وتفضلي يا بشرى، تفضلي. باقا معنا بشرى؟ السلام عليكم استاذ شهيد. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كلشي بخير. بارك الله فيك. على التقديم الرائع ديالك. مرحبا بنتي، مرحبا. مرحبا بك جينا استاذ. بغيت غير نشكرك بزاف على النصائح وعلى الدعم المعنوي اللي عطيتيني، على التشجيع وعلى التحفيز باش نحيد ديك الخلعه وديك الحشوميه. لا بلاتي بشرى، والحمد لله. بشرى تسمحي لي يا بنتي، بغينا نرتبوا هذه الافكار، بغينا نرتبوهم للاخوات، لانه الاغلبيه حاليا بالنسبه للبنات اللي معنا كلهم اغلبيتهم مبتدئات. بغيتك تحكي لهم القصه ديالك، كيفاش بديتي معنا التكوين، كيف كنتي حتى انتيا، كيف كنتي كتحسي بالتعلام او بالتكوين، او كيف حسيتي على التكوين عن بعد، واش كان تيبان لك كاين فيه افاده ولا ما كانش، كيف كانت الفكره ديالك. هادشي اللي بغيتك تعطيه للاخوات باش حتى هما، انتي مستفيده معنا يعني من العائله ديالنا، دونك هذا غادي يكون تحفيز وتشجيع، وياخذوا منك حتى انتيا مثال، وياخذوك كي تنقولوا قدوه لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. واخا استاذ بشويه عليك. كنت اول مره نتبعكم في اليوتيوب، كنت كنشوف الفيديوهات ديالكم، كنطبق داكشي اللي كدير بالحذافير ديالو، والحمد لله كيكون داكشي مضبوط. المهم ملي شفت الاعلان ديالكم وتشجعت، قلت نجرب، حيت كانوا شي حوايج ما كنتش عارفه وما كنتش كنتقنهم. نعم. بديت، وحتى صراحه الطريقه ديال الاستاذه حنان في تلقين المعلومه وداك الخاطر اللي كتعطيه وكتبقى تشجعك، صراحه شجعني بزاف، وبديت والحمد لله تعلمت بزاف د الحوايج صراحه، حيت شي تقنيات تعلمناهم منكم ما تعلمناهمش في بلاصه اخرين. مرحبا بنتي. بالنسبه للبدايات ديالك، يعني دابا فتحتي محل ديالك ان شاء الله، ياك؟ فتحت محل ودابا الحمد لله، يلا تقريبا كمل الشهر ان شاء الله. اللهم يسر. كي تحسي براسك ملي كتبغي تهزي المقص، ملي تشدي العبار، كتحسي براسك واثقه في راسك، كتحسي براسك باقا متخوفه؟ لا الحمد لله كاينه ثقه، لان داك المعلومات اللي عطيتيني الحمد لله كل جسم كنتعامل معاه بتفاصيله، يعني كلي داكشي مضبوط. اللهم ما بقاش ديك الخلعه وداك ديال الاول، لا ما بقاش، والحمد لله ضربات المقص الحمد لله دابا مزيانه عندي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. التعامل مع الزبائن، التعامل مزيان. كتعاملي وانت واثقه من نفسك، ولا كتعاملي باقي عندك تردد ولا تخوف؟ كاين شويه
مخوف، ولكن مع الوقت ان شاء الله يحيد. اكيد بنتي، في اكيد البدايه اكيد اول مره مازال شويه كاين الضغط هذه، ولكن ضروري. ان شاء الله مع المداومه غادي يحيد. هذه المسائل كلها كتكون عاديه بالنسبه للبدايات. يعني البدايات كيكون فيهم واحد شويه الصعوبه، كيخص واحد شويه التاقلم، كيخصونا واحد شويه نتاقلموا مع حتى النوعيه ديال الشخصيات اللي كنتعاملوا معاهم. وان شاء الله هذا الشيء كله غادي يكون بالتوفيق، وغادي تيسر ان شاء الله الامور ديالك. ان شاء الله استاذ، شكرا جزيلا. مرحبا بنتي يا بشرى، مرحبا. وانت حنا راه شرفتينا وكنفتخروا بك. الشرف لي يا استاذ. الله يكبرك بنتي، الله يكبرك. شكرا جزيلا. مرحبا بنتي، مرحبا. شكرا. شكرا للمستمعين الاخوات. غادي ندير لك تحيه خاصه من عند الاسم ديال باسم كل المستفيدات اللي معنا في الدورات التكوينيه ديالنا، ونتمناو كلهم ياخذوا يعني بالمسار ديالك، ونتمناو لهم التوفيق، ونتمناو كل وحده تحقق الاحلام ديالها وتحقق المتمنيات ديالها في الجانب العملي. وكيف العاده بنتي يا بشرى، رقم الهاتف راه تحت، راه الاشاره ديالك، ما عليك الا تخلي اوديو وانا غادي نتصل بك. شكرا جزيلا استاذ. مرحبا بك، مرحبا بك، شرفتينا بك. وبالتوفيق لجميع الاخوات. مرحبا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نروح نقولوا بسم الله. شكرا استاذ حنان. مرحبا بنتي بشرى، والله موفق، وخليك معنا ان شاء الله. على العموم، مرحبا. على العموم الدرس ديالنا اليوم من غادي نديرو تطبيق يعني حي على القماش. كيف قلت عندي متر ونص في العرض ديال القماش متر ونص، طويقو على جوج عطاني 75، والطول عندنا فيه 2 متر و25، بمعنى 2 متر وربع. القياسات اللي عندي: الكتاف 19، الصدر 30، الحوض 34، الطول 142، الطول ديالكم 62، التركيز ارتفاع التركيز 26، ارتفاع خط الحزام 43. الجليل غادي نناقش معكم واحد الموضوع في نطاق هذا الجليل هذا، باش يكون واحد توضيح كيفية اختيار عرض الجليل حسب الطول، حسب العرض، وحسب السيدة، وحسب المورفولوجيا ديال السيدة اللي كنتعاملوا معها. كبداية كيف العادة راه دائما الدروس ديالنا راه تنقولوا نحطوا الخطوط الأساسية باش نتعاملوا مع الفصالة ديالنا. دونك الورقة ديال القياسات غادي نحطها قدامي، وهكذا حتى نتوما دائما الورقة ديال القياسات تكون حداكم. الادوات اللي غادي نشتغل بها: مثلث ضروري، مسطره مقوسه، وعندنا المسطره المستقيمه الطويله حتى هي غادي نحتاجوها. دونك هادو الادوات اللي غادي نحتاجوهم في صافنا حاليا. لاكري ديالي، بالنسبه للاكري هذه صابونه كنتعاملوا بها، يعني كتسهل علينا الرسومات. كاين واحد الكريون ما عرفتش واش غادي يبان لكم في الرسومات، ولكن غادي نستعمل الصابونه، هي غادي تبان اكثر. هذا الكريون راه افاصابل، حتى هو راه قلم الفصاله على القماش، يعني مديور للخياطه، مديور للناس اللي كيزاولوا الفصاله والخياطه. عندنا في الطول 142، هذا الطول فيني اللي غادي تلبس به الجلابه ديالنا، ولكن غادي نديرو العطفه، يعني لوغلي ديالو غادي نخلي ليه 8 سنتيم. دونك كنخليو 8 سنتيم ديال الكفافه. وغادي يمكن تطرح عليكم يجيكم في بالكم واحد السؤال: علاش بديت ب 8 سنتيم من هنا؟ لانه دائما كنحاول البلاصه الضيقه نخدمها في وسط الثوب، والبلاصه العريضه نديرها لتحت ديال الثوب. هنا كيحكمني انني نستغل الثوب اكثر واكثر، بمعنى انني غادي ندير الجليل هنا وندير العنق في الجهه الاخرى ديال الثوب، يعني هنا الجليل وهنا غادي ندير فيه العنق ان شاء الله. هذه كتمكننا اننا نقتصدوا شويه في الثوب، كنتحكموا في الثوب، ماشي حتى كنقطع عاد نبدا كنقلب على الطراف الاخرين، او لا خصني نشري ثوب اخر.
دونك حسبنا 8 سنتيم ديال العطفه، غادي نسطرها وغادي يكون هذا هو الطول ديالنا، يعني خط الطول. منه غادي ننطلق ب 142 ديال الطول، كنعلم علامه بالنسبه للبنات. الا ما كيبانش لكم في التصوير، البنات اللي دايرين معايا المباشر راه عندكم تقنيه باش تزوميو وتكحزوا ليكرون كيف بغيتو، راه غادي يعطيكم الصوره واضحه. رسمنا النقطه ديال الطول دائما بالمثلث، كنسطر خط عمودي لا بيربونديكولار. كنحسبوا الصدر ديالنا قلنا 30 وكنضيفوا واحد ديال الخياطه هي 31، كنعاود نسطر 30 زائد واحد هي 31، كنعلم علامه وكنلاقي هاد الخطوط بجوج باش يكون عندي توازي. بطبيعه الحال كنمشي به حتى لنهايه الطول ديال الجلابه. كمعلومه واللي ديما تنقولها، تفادوا الطويله على 4. اولا الطويله على 4 عندها افات، هو انه مكتوب لي كيكون التحتاني الدخلاني. هنا راه كنحسب التركيز ديالي ونكمل المعلومه. خط الحزام فيه 43، الارتفاع خط الحوض عندي فيه 68. هادو كنسطرهم عموديين. ملي تنقول عمودي يعني زاويه قائمه. هادو الخطوط الاساسيه ديال الفصاله. اللي قلت على الطوي على 4 دائما الثوب اللي كيكون لداخل، فاش كنكون طابق الثوب على 4 يعني الدخلاني اللي لداخل كيجي بدوره صغيره والفوقاني كيجي بدوره كبيره. دونك دائما راه كيكون فيه فرق على الاقل ديال نص سنتي. رسمنا الاخوات الخطوط الاساسيه. كنجيو من الجهه الثانيه كنبداو بالتطويره ديالتنا 8 حتى ل 9، ممكن نخدم بها على جوج. كنرسم التطويره، كندير الكتاف ديالي 19 وكنضيف عليهم واحد ديال الخياطه. الميلان ديال الكتف 4 سنتي. هاد المسائل ديال ميلان الكتف يعني راه ديجا ناقشناها وعرفنا علاش كنديروها ويمتى كنديروها ويمتى نديرو 3. دائما بخط عمودي نرسم الاسقاط. ملي كنرسم الاسقاط كنشد هاد المسافه اللي عندي هنايا، كنعاود نخدمها في الجهه الاخرى. دونك 11 كندير الزاويه او الوتر ديالها يعني لا دياغونال فيها، كنحسب 3 سنتيم. وعلى هذا البوان كنخدم الدوره ديال لامونش ديالي. هذا تقويره ديال التركيز. في خط الحوض في خط الحزام كندخلو بجوج سنتيم، كنلاقيوها بمسطره مستقيمه. كنجيو لخط الحوض كنحسبو الحوض ديالنا عندنا 34، كنضيفو واحد ديال الخياطه هي 35. الوغ غادي تذكروا واحد المعلومه راه كنقولها لكم، اننا يستحسن نطلع ب4 سنتيم في خط الحزام. كنطلع من خط الحزام ب4 سنتيم، من بعد كندير مع النقطه الجديده ديال خط الحزام كندير المسطره المقوسه باش نقاد لي هونش ديالي. علاش كنطلعوا ب4 سنتيم؟ باش نتفاداو البومباج اللي كيعطيني خط الحوض. وصلنا للطول. المساله اللي قلت لكم غادي نناقشوها هي الجلي. السيده مولات الجلابه طلباني بغات الجلابه بدون فتحه. الو بدون فتحه شحال عندنا في الحوض البنات؟ عندنا 35، يعني بالخياطه عندنا 35. كنحط هذيك النقطه ديال 35. اشنو اللي غادي ندير حاليا باش نشرحوا هذه المساله؟
الا بغيتها دغوات راه غادي ننزل دغوه، هذه كنديروا ليها افتتاحات في الجناب، ممكن نزيد عليها 2 سنتيم 3 سنتيم حتى ل 4، ودائما كتبقى تابعه للضغوات، يعني جلابه ضغوات. وهنا كنخدموا ليها افتتاحات في الجناب. اشنا هي الضروره ديال الافتتاحات في الجناب؟ لانهم كيسهلوا علينا المشيه ديالنا، لا مارش ديالنا، الخطوه ديالنا كيسهلوها علينا الافتتاحات ديال الجناب. هذه في حالات قلنا بغينا افتتاحات في الجناب. اما الا بغينا فتحه وحده لقدام كنحاولوا على هذا الحوض نضيف ما بين 6 حتى ل 10 سنتيم، ما بين 6 حتى ل 10 سنتيم، وهذا باش نحددوا الجليل ديالنا. دونك كنضيف نقولوا خير الامور اوسطها 8 سنتيم، وهذه هي اللي غادي نلاقي مع الحوض ديالي. هذه في حالة بغينا جلابة بافتتاحة منتصف الأمام، يعني في القدام. هنا غادي ندير ما بين كنزيد 6 سنتيم على خط الحوض، كنزيد 6 سنتيم حتى ل 8 سنتيم. عندنا حاجة أخرى هي اللي تناقشناها مع اللي بغاتها السيدة مولاة الجلابة. الأول مرة هي بغات تخدم جلابة ما فيهاش فتحة في الجناب، ما فيهاش فتحة في منتصف الأمام، دونك غادي نضيفوا ليها فوق الحوض ما بين 10 حتى ل 14، وهنا كتبقى لنا حتى ممكن نزيدوا حتى 20 حتى 26 حسب الايفازي اللي بغيت، حسب التوب اللي بغيت، حسب الشكل ديال الكلوش اللي بغات هي. حنا غادي نحدوها في حدود المعقول، في حدود المتوسط غادي نزيدوا 12 سنتيم. وهذه كنلاقيوها مع الخط ديال الحوض. اتونسيون، هنا ملي كنقولوا نلاقيها مع خط الحوض عودوا دائما لاحظوا واش عاطينا خط مستقيم او لا عاطيني خط فيه لي فيراج، يعني جاي هكا عاود خارج. الا كانت هكذا كنلاقي هذه النقطه هذه مباشره مع خط الحزام. يستحسن انني نضيف على الحوض ولا ننقص عليه، يستحسن انني نلقى الحوض ديالي زايد بنص سنتيم بسنتيم، على عكس انني نلقاه داخل او لا داير ليا فيراج. ملي تنقول فيراج يعني معوجات، كاينين عويجاج. اشنو اللي بقى لنا دروك؟ حاليا سالينا الظهر، دونك غادي نبداو في الطريقه ديال القص ديال الظهر. قبل ما غنقطع غادي نطوي هاد 8 سنتيم، وهذه التالية من التقنيات اللي كتسهل عليكم الأغلي أو العطفة أو الكفافة. باش ما تجينيش مايلة، ما تجينيش ضيقة، ما تجينيش شريطة وتعذبني فاش كندير الكفافة ديالي أو فاش كنجمع الأغلي ديالي. دونك هنايا ما بقى لنا إلا نقصو الجلابة، الخلف ديال الجلابة. غادي تلاحظوا هذه الملاحظه، طويت الثوب من هنا باش ما يبقاش يطيح ليا مع الطبله ديالو في الصالون. نحاول ما نفوتش الخط اللي كنقطع فيه لانه باقي كنكسر الخط الامام خصني نخرج. غادي نوضح هذه العمليه اش نوقع فيها. غادي تلاحظوا بانه جاي الخط ايفازي، ولكن العرض ديال هنايا ما مشاش مستقيم، مشى داخل. ملي غادي ندير العطفه راه غادي تطوى هكذا وكيبقى حدو حد الجناب، يعني ما غاديش نلقى مشكل. بقات واحد المعلومه مازال ما درناهاش، وهي تحديد او تعديل الجوانب. تعديل الجوانب غادي نشدو من خط الحزام. شحال عندي في الطول؟ عندي هنا 106، كنجيبها للجنب وكنقلب على 106. تقريبا عندي هنايا سنتيم ونص حتى لجوج. هاد النقطة اللي طراسيت كنجيبها مع المنتصف ديال الأمام، باردون ديال الخلف،
وكنديرها مقوسه حتى هي. بطبيعه الحال هاد الجوج راه حتى هي غادي تطلع لفوق، دونك غادي نعلم الطول ديالي. علاش درت هاد العلامه؟ غادي نكون انا كنخيط وغادي نبغي نعرف الطول، واش غادي نبدا كنعبر اولا غادي نعتمد على اسهل حاجه هي هاد الكران. هذا الكران غادي يوضح لي شحال الطول ديال الجلابه، وبالخصوص الا دفعتها لشي حد كيخيط، يعني دفعتها للخياط، راه كندير ليه علامه ديال الطول، يعني هو ما عليه الا يوصل الكران وكيخدم الكفافه ديالو على حسب الطول اللي عطيتو انا. دونك هذا هو الطول، كنخليوه علامه. بقى لنا رسم الانامل. اولا قبل ما كنقطع الخلف كيخصني ندير دراسه بيني وبين يعني انا اللي هما نتوما ديروا واحد الحساب. عندي 35 وزدنا عليها 12 هي 49، بقات لينا 31. دونك هنا غادي تبقى لنا 31. نعاودها في الحساب باش نشوف مزيان واش حسبتها مزيان. غادي تبقى 26 البنات، 49 غادي تبقى لنا 26. واش غتكفيني الرسم ديال الامام؟ هادشي اللي بغيت نقول لكم، هذا هو الحسابات اللي خصنا نبداو نديروها. دونك عندنا الكتاف ديالنا فيهم 20 راه خارجه هنايا بالخياطه ديالهم. هنا غادي نحط الخلف، وغادي تلاحظوا انني سبقت الامام هو الاول في الرسم، عاد سبقت الخلف عافاكم، يعني سبقت الخلف عاد كنخرج الامام. كنقاد الثوب ديال الخلف مع، وما كاين ما احسن انني نستعمل المسطره والسنتيم، يعني ملي تنكونوا تنهضروا مع مبتدئه ما كاين ما احسن انك تستعملي مسطره والسنتيم ديالك وترسمي الخطوط ديالك من الصفر. غنلاحظ واحد نص سنتيم خاصني هنا، دونك غادي نهبط الجلابه ديالي تقريبا بواحد السنتيم باش نلقى العرض كافي ديال الصدر. اشنو كندير دابا؟ كنحاول نوسع الثوب ونرخيه باش ما نلقاش شي ثنيه ولا شي حاجه ما ردليهاش البال. كلشي خصني نتاكد منه باش ما نطيحش في مشكل. غنعاود الرسم ديال الخلف. اولا نقطع مباشره. فانا كنعاود ندير الكران على حساب الطول. كنفكر واش نزيدكم واحد المعلومه اولا نخليها حتى من بعد. على العموم انا غنجتهد معكم وغادي نخلي لكم حتى نتوما كي غنقول ليها، يعني غنعطيكم واحد الفكره اولا واحد المعلومه، وغنتمنى من الله تستوعبوها كيف بغيت. البنات عندي الخلف هو هذا نورمالمون، خاصني نعلم الوسط ديال التركيز
باش ندخل بواحد ونص ونعاود نخدم تقويرات التركيز ديال الامام. دونك هذا الامام بطبيعه الحال على الخط ديال الطول كنحسب 9 سنتيم وكنخدمها على شكل في مقوس شيئا ما. دونك هذه تقويرات الامام، هذا الشيء العادي اللي خدمناه واللي طبقناه واللي اشتغلنا عليه. وغالبا ملي كنكونوا يعني وصلنا واحد المرحله في الدروس ديالنا كنبغي نزيدكم معلومات، نزيدكم تقنيات، نزيدكم لمسات، اسرار، دي سوكري ديال الخدمه. غادي نعطي واحد الفكره ونبغيكم تتبعوها معايا. الرسم ديال الامام هو هذا، غادي نقرب شي شويه للسبوره باش يبان لكم، باغون التصوير باش يبان لكم. رسم الامام هو هذا اللي عندي، يعني جلابتي هي راه مكتافين بها، راه هي هذه اللي بغينا، هي اللي غادي نخدموها. ولكن انا عندي فكره اخرى بغيت نزيدها معكم. قبل ما غادي نرسم هذيك الجلابه او نقطعها، غادي نحط خط الصدر، يعني نقطه الصدر نحطها مع التركيز. الكتف من طبيعه الحال ها هو راه قدو قد ديال الامام، قد ديال الخلف، انما بغيت نزيد واحد سنتيم ونص او لا جوج في الكتف. بون ها الرسم ديال الامام بغيت نزيد هذا بجوج سنتيم، كنكمل بها خط مستقيم. فوالا 2 سنتيم زدتها. اشنو اللي غادي يبقى؟ خاصني حتى التقويره نعدلها، العنق نعدلو. دونك حتى لهنا راني غادي مزيان. غادي نخدم التقويره ديالي بهذا الشكل. نعاود نرجع نقول لكم بانه جلابتكم راه ساليناها، يعني الجلابه هي داكشي اللي خدمنا. حاليا كنزيدكم اضافات او لا معلومات او لا تقنيات جديده اللي نتوما تعودوا تقدروا تستعملوها. الوغ السيده اللي خدامين ليها الجلابه عندها ان بو دو بواترين فورت. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نزيد واحد السنتيم، عندها الصدر ممتلئ، كنزيدو سنتيم في جهه العنق، كنطلع به كنلاقيه مع الكتف الجديد ديالي، وغادي نقطع بالمقص. بون يمكن اللي غادي يتسائل واش الكتاف قد قاد، واش ماشي قد قاد، شنو وقع هنايا، شنو المشكل اللي تزاد، شنو اللي ما تزادش. غادي نحط لكم الخلف ونحطو فوق منه الامام باش نشوفوا واش هادو قد قاد. فعلا حنا راه رجلنا دونك قادين الكتف، هذا الخلف وهذا الامام، دونك الكتف مع الكتف راه مقادين. الصدر ديالي راه هو ما نقصت منه ما زدت منه. الامام دائما داخل بواحد ونص. اشنو اللي عطاتنا هاد العمليه اللي درتها حاليا؟ هو انه ملي غادي يتكسر القب ديالي غادي يكون عندي هذا الروفير شي شويه عريض، يعني هاد لابارتي غادي تكون شويه عريضه وغادي تسهل على القب الطريقه باش يطيح طيحه زوينه. سالينا المفصله، وغادي نوضحها لكم بالبابي من بعد. غنجيو نرسموا الكمام، وعندي هذا المرسوم هو اللي بقى. دونك هذا الطرف اللي بقى غادي نحاول نخرج منه الكمام ونخرج منه القط. غادي نعبرو قدامكم باش نتوما تعرفوا كيف تتعاملوا مع التواب ديالكم. دونك الطول ديالكم 62 كنزيدو عليها 4 هي 66. علاش كنزيد 4؟ لانني كنبغي لا فينيسيون تكون نقيه، على الاقل نزيد 3 سنتيم. ملي كنزيدو 1 سنتيم كتولي كتبان لي السفيفه، يعني السفيفه وداك التخناش وداك بين قوسين اللوسخ ديال السورجي كيبان لكم في الفتحه ديالكم. يعني ملي كدير يديك هكا راه كتبان هذيك لا فينيسيون راه ما مقاداش، راه ما نقياش. دونك الا بغيتي تنقي خدمتك
كتزيدي على الاقل 3 سنتيم على الطول ديالكم او الاربعه، وكتكون خدمه نقيه. دونك غادي نحسب 66. شحال عندنا في التركيز؟ قلنا 26، غادي نقصو منه 4 غادي يعطينا 22. كنحسب 22، نعاود نحسب 22، نعاود نحسبها في الأسفل ونزيد 22 أخرى، وكنسطر هاد الخطوط. هنا راه حددنا 4 سنتيم ديال العطفه. تساؤل: علاش اختاريت 4 هنا وما اختاريتهاش هنا؟ كنحاول نفكر ونختزل، لانه الثوب راه ما شريتش عندي كثير. انا حاليا كنحاول نقلب على القب ديالي في نفس الوقت كنرسم، وما غاديش نهز المقص حتى كنضبط القب ديالي. نكملوا الطراساج ديالكم. عندنا في الصدر ديالنا 30، النصف ديالها هي 15، كنحط نقطه ديال 15. دونك 15، ودائما بزاويه قائمه نسطر النقطه الخط ديال عمق الكم. غادي نرسم لي دياغونال. كنقسمهم على جوج، كنعاود نقسم على جوج، وهنا كنطلب 6 سنتيم، 1.5 نازله، 1.5 طالعه. كذلك ومثال 1.5 الخط الفوقاني كنطلع فوق منه، الخط التحتاني كننزل تحت منه. هنا كنخلي سنتيم، هنا كنخلي سنتيم، كنجي مستقيم حتى هنا الى سنتيم وهنا سنتيم. كنجي من هذاك السنتيم وكنرسم القوس ديالكم، كنلاقي مع السنتيم. كذلك ومثال في الجهه الثانيه. رسمنا لكم ديالنا. اشنو اللي غادي ندير؟ نهز المقص لا مازال باقي لي الاسفل ديالكم. الفتحه ديالكم بغينا فيها 15 ونزيدوا عليها واحد ديال الخياطه هي 16. 16 و 16 هي 32. كنسطر بخط مستقيم. المنتصف والمنتصف كندخل بسنتيم، سنتيم ونص. كنستعمل المسطره المقوسه، وإياكم تستعملوا هذه. وغادي نشرح لكم اشنو كندير. هذه غادي ديروا ليها بحال ما هكذا باش دوزوا على هذاك السنتيم. غادي تلاحظوا انها دخلت لكم في الدراع بجوج ونص حتى ل3، على العكس ديال المسطره المقوسه، يعني ما دخلتش لنا في الدراع. هنا الاسفل نكملوا بمسطره مستقيمه ولا نكملوا بهذه، ما عندناش الاشكال، با دو بروبليم. ما بقى ليا الا نهز المقص ونقطع ياك، ولكن غلط، لانه خصني نقيس التقويره ديالكم مع تقويره الجلابه باش يعطيني نتيجه اللي غادي نتعاملوا بها. دونك غنقيس تقويره الجلابه مع تقويره ديالكم. هنا ناقصني سنتيم، دونك لو كون زرت وقطعت ما غاديش نلقى هذاك السنتيم، ما نلقاش فين نزيدو. لاكري غادي نزيد سنتيم،
كذلك غادي نزيد سنتيم ونعاود نقيس. ملي تنقول نقيس ما نجبدش، حيت الا جبدتي غادي تلقاي داكشي دائما الفوت. حاليا جاني في المنتصف، دونك راه باغي هو هذاك. نهز نقصها البنات ولا مازال؟ لا مازال. علاش؟ لانه باقي ليا خصني نضبط القب ديالي واش كاين ولا ما كاينش. علاش نقول خصني نضبطو؟ لانه الطرف اللي بقى ليا هو 70 سنتيم 71، هي اللي بقات عندي في التوب 71. حيدنا منها 66 تاعكم، بقات لنا 4 سنتيم هنايا. اشنو اللي بقى؟ 5 سنتيم باردون. دونك هنا غادي نقلب على القب ديالي واش كاين باش نشوف كيف نخرجوا في هذه المسافه هذه او لا هذه المسافه هذه. وإلا ما لقيتش راه غادي نخدموا مفتوح، يعني من السطح ديالو غادي يكون عندي قب مفتوح. حاليا يعني راني ضامن القب بكل سميتو ديالو راه كاين موجود. هنا بقات لي 36، حنا بغينا في القب 42، ها هي خاصني نقاد التقويره ديالو، وهذا غادي نخدموه مجموعين. دونك ضمننا القب في الجهه مسدوده، وضمننا حتى الا ما لقيناش راه عندنا في الجهه مفتوحه، يعني باش يكون عندنا فيه خياطه في الفوق ديال القب. غادي نقطع لكم. لاحظوا البنات ما طويتش الثوب على 4. علاش ما كنطويش الثوب على 4؟ لانه الطويه ديال الثوب على 4 دائما كتخلي لي المشاكل، وبالخصوص للمبتدئات. هذه كنوكد عليها المبتدئات، عافاكم ما تطويوش الثوب على 4. كتقنيه كنطوي 4 ديال العطفه، وهذا كنقطع، وهذا فهمتوا هذا باش نقطعو. دائما كندير علامه على الطول ديالكم، وندير علامه على النص ديالكم. هاد العلامه عافاكم قطعوا نص سنتيم، عندكم ضربوا سنتيم ولا سنتيم ونص. بطبيعه الحال الكفا ديال الثوب نعلمو حتى هو. كنجيو دابا نفصلوا القب ديالنا. القب غادي نفصلو معاكم بالباترون باش تيسر لكم الخدمه وتفهموني اش كندير. حتى بالنسبه للتعامل مع الثوب كمبتدئه كننصحكم مجموعين كمبتدئات استعملوا البابي باترون، يعني دائما نخرج القدام والخلف في الباترون، نخرج الكمام ديالي في الباترون، عاد نحط على الثوب، لانه كنتعامل كيكون عندي امكانيه نقتصد الثوب، نعرف فين خارجه البياسه. وفي الغالب يعني ماشي في الغالب كنكون ضبطت الامور ديالي على الورق الباترون، يعني على الورق اللي كنشتغل به قبل ما كنوصل للثوب. كاينين بعض الاقمشه اللي تيكونوا معذبه في العمل، يعني كتكون جد شاقه في العمل في التعامل معها. الا خدمت انا بالباترون ديالي في هذه الحاله كنتيسر في خدمتي، كيولي عندي ملي كنحط الثوب كنهز الباترون كنفيكسيه بدي زيبانغل ولا نتقلو بمسطره ولا بضفاطير ولا كتوبه شي حاجه باش نتقلو وانا مرتاح. يعني الثوب ديال الباترون الفصاله راها عندي، كنولي كنتعامل غير مع الثوب في هذيك اللحظه. لا بليبار تيكون بحال الا كيقول بانه راه كيستعمل الباترون غير المبتدئ، وبالعكس اللي كيستعمل الباترون هو المحترف، هو اللي كيقلب على الخدمه النقيه، هو اللي كيقلب على لا بيرفيكسيون ديال الخدمه، هو اللي كيبغي الاتقان، هو اللي كيبغي الرقي في الخدمه ديالو. نسطروا الخط باش نبداو القب ديالنا.
وغادي نتعامل لكم مع هاد اللبسة بالأمام والخلف. غادي نحط الأمام هو الأول على هاد الأساس. شحال قلنا البنات بغينا في الطول ديال القب؟ قلنا 42. دونك هذيك 42 غادي نحسبها انطلاقا من هاد الطويرة، غنحسب 42. دونك غادي نجيب هاد النقطة لهنايا، هادي هي النقطة ديال 42. طبيعة الحال غادي نخلي هادو في خط مستقيم مع منتصف الأمام، في خط مستقيم. اوكي رسمنا هذا. اشنو غندير دابا؟ غادي نسطر الكتاف ديالي وغادي نرسم التطويره ديال الامام. اشنو بقى لنا؟ نهزو الخلف ونقلبو على التطويره ديال الخلف في القب ديالنا. نورمالمون هادو هما الكتاف، ولكن ملي كنبغي نصوب القب كنقلب، كنجيب التطويره مع التطويره وكمال هاد الكتف مع الجهه الاخرى، يعني كنكملها مع هذاك الخط. علاش رسمت هذا الخط وطولته؟ لانه خصني نشد به لا مزور ديال الكتف ديالي وديال التطويره ديالي. كنقاد الكتف مع الخط المستقيم وعاد كنرسم التطويره ديال الخلف من طبيعه الحال نقطه وكنزيد عليها سنتيم ديال الخياطه. هاني صوبت التطويرات ديال القب ديالنا. شنو بقى لنا؟ بقات لينا العرض ديال هذاك القب شحال بغيت فيه. غالبا 30 28 حتى 32. غادي نخدمو 30 اللي هي خير الامور اوسطها، وغادي نسطر الخط ديالي. لاحظوا علاش حتى انا تعاملت مع الباترون، لانه الا جيت نخدم هذه الخدمه على هذاك الطرف ديال الثوب اللي شاط ليا غادي نتعذب اكثر، انما باستعمال الباترون جاني ساهل. هاد الجهه غتكون جهه مبنيه. دابا تفاهمنا على القب. غادي نزيد معلومه اخرى. هذه معلومه من اللي كنقول لكم، يعني هذا الدرس هذا خلينا حتى درنا لي باز وفهمنا لا باز ديال الجلابه ديال القب ودرنا دراسات. غنزيد معلومه اخرى. اولا التقويره ديال الامام، الجلابه اللي عندي ها هي، التقويره اللي عندي في الامام ها هي، دونك ما عنديش الاشكال. التقويره ديال الخلف ها هي، القب ديالي هاني ساليتو. اشنو بقى لنا حاليا هو واحد لا فيريفيكاسيون. انا هي كنشوف هذا الطول ديال 30 اللي خديته هنا واش عندي في هاد لابارتي هادي. على الاقل خاص تكون عندي 30. كانت 31 32 34 ماشي مشكل، ولكن الا كانت 28 ولا 27 كاين المشكل. هنا شيطه بواحد 2 سنتيم، دونك مزيان. في حاله ما نقولوا اننا لقينا 29 ولا 28 كنزيدوا 2 سنتيم من الفوق فقط. التقنيه ولا السر ولا الحيله ولا واحد لو تروك اللي غادي نزيدو، غادي نهبط هنايا بسنتيم حتى سنتيم ونص، وغادي نسطرو مع الراس ديال القب. الاغلبيه تتسائل علاش. ممكن ديريه ممكن ما ديريهش، ولكن الا درتيه عنده مسائل ايجابيه. انا غادي نشرحها لكم. غالبا كنلبسوا القب ديال الجلابه، كيبان لنا القب ديال الجلابه بحال طايح اللور، كيتجمع اللور. ملي كنقول طايح اللور بحال كيتدلى. حنا بغينا نحيدو هذيك التدليه ديال هذاك القب. هي هاد السنتيم ولا سنتيم ونص اللي غادي نشتغلوا به في هذه الجهه، وغادي تقولوا لي وهاد الجهه راه متنيه. بون هاد سنتيم ونص اللي قلت لكم حتى هي غادي نقطعها.
نشوفوا المورسو اللي شاط لينا فينا هو هادو الكمام، هذا الامام، هذا الخلف، هذا المورسو اللي شاط. على بركة الله نتوكل. السؤال اللي كان تيطرح هو الجهه المثنيه. هذيك الجهه المثنيه انا غادي نحط الباترون ديالي على هذا الاساس ها، وغادي نلقى الجهه المثنيه. النقطه اللي بقات وهي هاد لابارتي هادي خاصني فيها سنتيم واحد، هذا لانه التوب ما كفاناش. واش غادي نخليه كيفاش غادي ندير؟ غادي نشوف حتى بهذا الشكل واش الا زدت هذاك السنتيم يعني اللي حيدت واش غادي يعطيني ناقص ليا في العرض ديال التقويره. دونك غادي نرجع به للجهه اللي كان فيه، غادي نفيكسي القب من هنا، نستعملو لي زيباند باش نيسرو خدمتنا. كنتاكد من هاد الجهه ياك ما خارج ياك ما ناقصني التوب. بون نعاود نرجعو معاكم للفصاله اللي كنا كنفصلنا. فاش كنا كنحسبو حسبنا هذه لقينا فيها 30، هذه لقينا 31 ونص اولا 32. نتاكدوا منها. هنا قلنا عندنا 30 ومنين نحسب هذا كاينه 32 تقريبا، يعني ها الفارق كاينه 2 سنتيم. دونك باقي عندي فين نقص 1 سنتيم باش نلقى هاد التقويره هذه. نوضحوها بالرسومات. غادي نخدم بهذا الشكل. هذا تحايل لانه حكمني التوب، يعني التوب فرض عليا هذه المساله. خدمنا جلابتنا، خرجنا الامام، خرجنا الخلف، خرجنا الامام، خرجنا القب. الطريقه اللي غادي تلبس بها القب هذه يعني راه غادي تكسر بهذا الشكل. السنتيم ونص اللي قلت لكم ضفتو اللي قطعتو من هاد لابارتي هذه اللي حيدتو من هنا، كيجعل هذاك القب ما يبقاش مدلي هكذا، بحال كيجي صامت على الظهر ديالك، تيعاونوا باش ما يبقاش مدلي، باش ما يبقاش طايح. نتمنى الدرس يكون واضح وتكونوا استفدتوا فيه وتكونوا خديتوا فيه معلومات. وحاليا الا باقي شي تدخل شي تساؤل على هادشي اللي كنت نخدم، مرحبا البنات. الاخت بشرى باقا معنا؟ فاطمه نتمنى تكون تزادوك اضافات. زادوا شي اضافات الحمد لله. شكرا جزيلا استاذ. مرحبا بنتي، مرحبا. فاطمه كل شيء مفهوم استاذ. مرحبا بنتي. البنات استاذ الله يخليك، الا خدمنا القب بالطريقه الاولى اللي قلتي لينا غنلقاو نفس النتيجه؟ اكيد. واخا هي في القب الاول اللي خدمنا ان تكون نفس المسافه في التقويره الاولى بحال الثانيه، فاش كنطلعوا بواحد ونص وكنهبطوا بواحد ونص يكون نشرحها لك مقسوم على جوج. ولكن في هذه الطريقه تيكون هذيك التقويره ديال الامام كبر من التقويره ديال الخلف.
نشرحها لك بنتي. شكرا. مرحبا. شكرا. هو الا بغيت نشرحها خاصني بزاف ديال الوقت، ولكن غنحاول نوصلها لك. عندنا نفس القطب، ها هو غادي نخرج به القطب اللي مولفين كنخدموا به. بمعنى انه كنحسبوا تطويره الامام زائد تطويره الخلف، كنطلعوا ب 8 ل 10 سنتيم، كنسطروا خط كنديروا 1.5 ياك هذه هي اللي تصطي بها. ملي كنحطوا هذا كنلقاو واحد الفرق في العمق. علاش؟ هذا خرجتوها البنات من اللبسه ديالي، دونك هذا القب ديالي خرجته من اللبسه، غادي يجي ملائم ومناسب للتقويره اللي صنعتها. اشنو كيوقع لنا الا درنا هذه الخدمه هذه؟ ما تنقولش عليها غلطه وهي متداوله وكلشي كيخدم بها، انما فيها الا جينا نشوفوا تقويره الخلف راه غنلقاوها محدوده هنا، وها المنتصف اللي خدمنا به تقريبا نفسها، تقريبا يعني بحال ميلنا راه غادي تلقايها نفسها. لاحظتي معايا شنو اللي واقع ياك؟ هذا القب ملي كيتخدم بالواحد ونص ماشي تنقول عليه خاطئ، انما الاحسن والافضل هو هذا، لانه كيجي موضح. هذا هو اصل القب، الاصل ديالو منين جا في الفصاله ديالو، كيفاش كيتفصل القب، هي هذه اللي عطيتكم اليوم. هذه بالتبسيط يعني ممكن تفصلي قب وتبدي تفصلي به قباب اخرين، ديريه في باترون وتفصليه على اي لبسه. وصلتك الفكره بنتي؟ اللي سولتني على القب وصلت الفكره، راه ما كنقراش الاسماء البنات. استاذ؟ نعم وصلتني الفكره، شكرا استاذ. مرحبا. عندي لك واحد ملاحظه اخرى. زين. بالنسبه قلتي لنا في واحد الدرس ان السيدات اللي عندهم الصدر ممتلئ نعم. كنطلعوا بواحد في العنق باش ما نخليوش الجلابه قافزه علينا، وكنزلوا حتى بجوج سنتيمتر من الفيت. واش هذيك 2 سنتيمتر بالنسبه للممتلئ بزاف؟ لا، هنا عندي انا اون طاي ماشي البواترين تري فورت، لانه 30 ماشي شي طاي كبيره بزاف. انت نستعمل هذيك نزيد جوج في منتصف الامام على التحت. هو ملي تكون عندي شي 34 35 في الصدر ديالي. شكرا استاذ، وصلت الفكره. وفي نفس الوقت كنقولوا 34، ولكن كنحس بانه صدرها صدر ممتلئ وواقف. شكرا استاذ. شكرا لله خطايك استاذ. مرحبا. كاين شي تساؤل اخر للناس؟ شي استفسار، شي غموض ما واضح شنو نوضحوه؟ السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله بنتي. أنا فاطمة من مكة. عندي سؤال أستاذ الله يخليك، إمتى نبداو نخيطو بحال هاد الجلابة دابا في الصوت ديالها، إمتى تخيطها قدام نشوفك كتخيط؟ غالبا هذه غادي ندفعها للخياط. فاطمة؟ هذه مزروبة غادي ندفعها للخياط. تخيط لنا غير ياك؟ ولوطخ ان شاء الله ندير معكم الدرس ديالو ان شاء الله على شي وحده على تسعه، لانه هذه كيف قلت لك تحت الطلب. ان شاء الله استاذ. مرحبا بنتي. استاذ الله يخليك، عندي واحد السؤال. تفضل. معنى التشريب ما كنسمعها ما فهمتش مزيان، لكن ممكن تقسط عليا. دائما تنقول لكم بانه بحال في لامونش يستحسن، يعني خاص منين نقيس لكم مع التقويره ديال التركيز يكونوا قد هذه
خاصها تكون. ويستحسن انه الكم يكون كبر من التقويره ديال التركيز. ملي تيكون عندي الكم كبر من التقويره ديال التركيز وكنبغيو نشربوه، اشنو معنيتها؟ غادي نستعمل مرص اخر ديال التوب باش يبان لك واضح قدامك. عندنا جوج مسافات، مثلا هذه قد هذه ملي كنخيطوهم راه قد، ولكن بحال الكم كنفضلوا انه يكون زايد عليه بجوج سنتيم، سنتيم ونص، 3 سنتيم. دونك هذه المسافه زايده، نعاود نوضحها هنا باش تبان لك في ليكرون. دونك هذا الموف اكثر من هذا المارون. ملي كنبغي ندير التشريب اشنو كندير؟ كنستعملوا دائما لي زيبانغل اين وضعتهم. غنبدا بشي طراجين، ها كنقاد بحال هاد المسافه، بحال هاد النقطه، كنديرو نيت لي زيبانغل، كنجيب البوان لهنا. ملي كنقادهم انا راه نخلي واحد ليسباس باش يبان لكم في التصوير الفرق. كنجي كنعلم المنتصف وكنعلم المنتصف وكنحط هذاك المنتصف على المنتصف، كنعاود ندير ايبانغل، يعني فنيته اولا تنشف باليد. اوكي، كنلاحظ بانه قسمت هذيك المسافه على اليمين وعلى اليسار. كنجي كنعاود نشد هذه كنقسمها على جوج ونفرق هذاك الفائض اولا هذيك المسافه الشيطه على اليمين وعلى اليسار. كتبقى لي هذه مبومبيه وهذه مبومبيه، كنعاود نقسم هذه حتى كتصغر هذيك المسافه. وفي لا ماشين ملي كنكون كنخيط بطبيعه الحال ما خصنيش ندخلها بليه اولا قريصه اولا تكميشه، خاصني نطوندي التوب وغادي تجيني قد. نتمنى يكون واضح ليك. الا كبرتي وزوميتي راه غادي تبان لك دابا شنو كندير. واضح استاذ، شكرا. هذا هو التشريبه بنتي. شكرا. بطبيعه الحال راه كنمشي معاها كاملها، وباش يجيكم ساهل البنات، باش يجيكم ساهل، والنصيحه اللي غادي نعطيكم كثروا لي زيبانغل حتى كتحكموا فيه. ومنين تكوني كتخيطي من الافضل، الاغلبيه راه كيدير ليها هكا باش يخيطها، والسنان كيجربوا، ولكن راه يمكن دوز لك شي قرصه ولا شي بليه صغيره وانت ما كتلاحظيهاش، لانه انت خدامه كتشوفي في هذا القد. يستحسن ومن الافضل، وانا شخصيا هكا كنخيط لي مونش ديالي الا كان فيهم لي لومبي ولا الا كان فيهم الشيط، كنخيط وانا كنشوف باش هنا الا بانت ليا دزت القريصه راه غنحبس قبل ما نشد القريصه. ملي كنقول القريصه يعني بليه صغيره، كنخيط وكنطوندي فقط. شكرا استاذ، الله يخطيك. مرحبا. استاذ بالنسبه للقب ضروري نديرو فيه استشفاء ولا غير الحالات الخاصه بحال غنطرزو ولا؟ نقول لك اشنا هو الدور ديال الاستشفاء اللي كدار في القب اولا اللودينه اللي كدار في القب. القب كيتفصل هكذا منذ اول قب اللي كان، يعني اللي دار في الجلابه راه كيتفصل هكا ما فيهش لسان. غنعطيك جوج د الحوايج. الا كان عندي الطرز، يعني ملي كنقولوا الكاترفيل الطروافيل، دونك كيخصني ندير باش تجي السفيفه مقاده وهذاك الشيء مع الطرزه ديالو، كندير ليه استشفاء للسان. كندير واحد 14 سنتيم 16 سنتيم على عرض 5 ولا 4 ولا 6 على حسب العرض ديال الطرزه. كنزيدها مع القب ديالي بهذا الاساس. ملي كنديروا هذيك الاستشفاء كنحسبوا دائما على الطول ديال القب نزيد 14 16 سنتيم، كنخليو فيها 4 5. هذه ممكن تخليها مستقيمه، ومن الاحسن انك تجيبيها مع المنتصف ديال التكويره وديري لها هكا حتى تكملي بها. من طبيعه الحال انا كننصح البنات اللي كيدفعوا للخياط
دائما نعلم ليه الطول ديال القب ديالو، يعني ها مناش تدخل ها القب وهذه راه كتبقى سجفه، دونك انت علمي ليه البلاصه ديال التقويره اولا الطول ديال القب، والمذاكره راه كيبقى سجفه. حيت في بعض الاحيان تيكون الخياط كيخيط يقدر يشد لك اكثر من هكا ولا يشد لك اقل من هكا في الخياط. شكرا استاذ الله يخطيك. مرحبا بنتي مرحبا. شي تدخل اخر، شي تساؤل اخر البنات؟ البنات اكتفيتوا؟ استاذ الله يخليك اسمح لي كثرت بالاسئله ولكن مرحبا بنتي. هذه فرصه ديالي. مرحبا الف مرحبا. نعم. بالنسبه للصالات خطيط اللي قلتي لينا، الا بغينا نماركيو ليها الحزام، واش نطلع ب4 سنتيمتر على الخط الجديد اللي درتو، ولا غير ندخل غير ب2 سنتيمتر في الخط الحزام الحقيقي صافي؟ نجيو لها ونشرحوا لها بنتي ماشي مشكل. خدينا الطول ديالنا هو هذا، درنا لونكوليور ديال الامام، درنا الكتاف، تركيز من طبيعه الحال هذا خط الحزام، هذا خط الحوض، هذا التركيز. بالنسبه للفصاله ديال الترابيز يعني تنقول لكم من الاحسن تجيبوها مباشره من التركيز وتخدموا بها على هذا الاساس. دونك ها الحوض ديالي كاين هنا، دونك الحوض وهذا خط الحزام. اشنو اللي السؤال ديالك؟ واش نطلع ب4 او لا نخدمها على خط الحزام؟ غادي نزيدك المعلومه اللي قلتها دائما، يستحسن راه تخدميها على خط الحزام با دو بروبليم، ولكن من الافضل تطلعي ولو على الاقل ب2 سنتيم 3 سنتيم حتى 4 سنتيم. طلعنا ب4 سنتيم غادي ندخل دابا حاليا بسنتيم سنتيم ونص، لانه علاش خدمنا بهذا الترابيز كنخدموا بها لحالات معينه. اما هما السيده عندها الحوض ضعيف با دو باسان، ما عندهاش الباسان، وعندها لا بواترين بلي فورت على لي هونش ديالها، حنا كنموهو يعني تمويه للنظر كي كتسمى ليليزيون اوبتيك، يعني واحد هي هذه تمويه بصري ولا المهم خداع بصريه. ما كنخليش الشوفه ديالي كتلاحظ هذاك النقص اللي عندها في حجم الحوض ديالها. هذا من الحالات اللي كنخدموا مليح. ثانيا وهو واحد السيده اللي يمكن عندها واحد على مستوى خط الحزام يمكن عندها الكرش كي كنقولوا بطن ممتلئ او لا منتفخ. الا جينا وخدمنا خدمتنا عاديه دونك راه خصنا هكذا وندخلوا بجوج. ردوا البال عندها هي بطن منتفخ دونك بحال بينا العيب ديال البطن ديالها. حنا كمصممين اشنو خص الدور ديالنا، واشنا هو الهدف من خدمتنا، واشنا هو اللي كيرضي الزبون ديالك عليك وكيخليه كيبغي يتعامل معك، هو ملي كتلقى ليه دوك الحياد اللي كتغطي هذوك المسائل. دونك الفصاله ديال الترابيز كنمشيو مباشره من خط التركيز مرورا على الحوض من طبيعه الحال الى الجلي، كنجيو فوق خط الحوض كنطلعوا بواحد 3 4 سنتيم كندخل سنتيم سنتيم ونص، وهذا هو التمويه اللي قلت لكم او الخدع البصري اللي قلنا غادي نخدموا. دونك ما دخلناش، خلينا ليها واحد شويه ديال الاراحه ديال الحوض ديال الحزام ونعاود نعدل. هنا شنو درنا البنات على الخط الاحمر؟ البنات عافاكم اشنو درنا؟ هاد السيده اللي كتعاني من البطن الممتلئ او المنتفخ في الفصاله ديالتنا عطيناها دالور، يعني ديك القوام ديال انسانه عاديه وسترنا ليها العرض ديال او الانتفاخ البطن ديالها. في نفس الوقت ملي كتلبسها هي كتحس بها راها ايفازي عليها كي كنقولوا ديك سور ميزور شي شويه بسانتريه من جهه الحزام، هي كتحس بها في هذيك الحالات ما لابساها. شكرا استاذ الله يرحمك. مرحبا بنتي، خذوا الفرصه، خذوا كامل الحريه ديالكم وكل الصلاحيه طرحوا الاسئله ديالكم. ملي كنديروا المباشره البنات كنديروه غير باش نتناقشوا ونستافدوا مجموعين.
اكتفيتوا؟ بارك عليكم؟ عييتوا؟ على العموم الدرس ديالكم راه غادي تلقاوه يعني كيف العاده مسجل، وراه درتو اليوم لقاء مباشر حتى على منصه اليوتيوب، يعني غادي تلقاو المباشر ديالكم هو الدرس ديالكم ديال اليوم. كيف العاده اي تدخل، اي تساؤل، اي غموض، اي استفسار، مجموعه النقاشات، مرحبا بالتساؤلات ديالكم، مرحبا بالكيستيون ديالكم. غادي نزيدو واحد 5 دقائق الى باقي شي تدخل اخر. أستاذ الله يخليك، بالنسبة للجلي اللي ما خصنيش نفوتهم في جلابة إيفازي بالخراط، شحال القيمة ديالهم؟ لا ما نقدرش نقول لك بنتي ما القيمه اللي ما نزيدهاش، كتبقى على حسب اختيارك، حسب الثوب، حسب الزبونه. الجلي نورمالمون جلابه الخراط كتكون فيها افتتاحات في الجناب او لا؟ إلا كانت إيفازي لا بالنسبة للجلي لا تكلمي معايا دابا، واش فيها افتتاحات في الجناب سواء كانت ايفازي ولا ما ايفازيش؟ على حسب نوعية الجلي اللي بغينا. إلا كان جلي زايدين على الحوض من 0 حتى 4 سنتيمتر غيكونوا فيها افتتاحات في الجناب. نعم. إلا كان زايدة حتى ل 12 راه غيكونوا فيها في الوسط. إلا كانت من الفوق راه غيكونوا فيها حتى شي حاجة، ما يكونوش فيها افتتاحي. ايوا راكي جاوبتيني يا بنتي، برافو عليك. شكراً. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ فهمتك، يعني اللي كيشري على الجلابه بالجليل هو اللي كيشري على فوالا. الجلابه. الحاجه الاخرى اللي غادي نقول لك تقدر تحدد لك هذوك الجليله، هو حتى الا كانت مثلا جلابه جبليه وبغينا ندخلوا فيها يعني كتاف طايحين وبغينا ندخلوا فيها الخراط، دونك ملي تيكونوا عندي الكتاف طايحين تنراعي حتى داك العرض باش نازله الجلابه، واش خصني باقي نزيد فيها الايفازي ولا نخليها هي بالغواط. شكرا استاذ، الله يخطيك. مرحبا بنتي مرحبا. هل هناك من اسئله او لا سؤال اخر؟ دونك نتمنى يكون الدرس ديالكم جد باين وجد واضح، ونتمنى تكونوا خديتوا منه افكار وخديتوا منه معلومات وخديتوا منه جديد من الاستفاده. وإلا باقي شي تعقيب او تساؤل مرحبا.